هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهجرة الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية. نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 27 من أغسطس 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. إثيوبيا تتقدم بطلب رسمي للوساطة بين جيبوتي وإريتريا. ثمار زيارة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لأمريكا، عودة زعيم قومية العفر لإثيوبيا. انعقاد مؤتمر حول التواصل الثقافي في إثيوبيا وإريتريا. وفقا للBBC تجرينيا، قوات إثيوبيا تنسحب من الحدود نحو العمق. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. بهدوء وبعيدا عن الأشكال الاحتفالية التي سادت عودة العلاقات الطبيعية بين أسمرة وأديس أبابا، بدأت وحدات عسكرية إثيوبية انسحابها من مواقع عسكرية حول شيرارو الحدودية. ووفقا لإذاعة الBBC باللغة التجرينية، إن قوات إثيوبية كانت ترابط في الحدود تم نقلها إلى وسط البلاد. وحسب روايات شهود للإذاعة، إن القوات التي تتبع الوحدة العسكرية 30 استخدمت حافلات نقل مدنية. من جهته أكد حاكم منطقة شمال غرب إقليم التجراي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية لتحرير تجراي تخلاي جبرمدهن حصوله على معلومات تفيد بتحرك قوات عسكرية كانت ترابط في المواقع الخلفية إلى وسط البلاد. ونفى أن تكون هذه القوات كانت ترابط في الجبهات الأمامية. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إنه لم يصدر حتى الآن ما يفيد بعمليات انسحاب عسكرية من الجهات الرسمية، علما بأن أسمرة غالبا ما تتكتم على الأخبار والمعلومات. تقدمت الحكومة الإثيوبية رسميا بطلب إلى حكومة جيبوتي للقيام بدور الوسيط مع إريتريا لحل النزاع الحدودي والتوتر بين البلدين فيما يتعلق بالقطاع الحدودي في رأس دميرة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن حكومة بلاده قدمت طلبا رسميا للوساطة بين جيبوتي وإريتريا، معربا عن اهتمام إثيوبيا
بتحسين العلاقات بين دول القرن الإفريقي، وقال إن تطبيع العلاقة مع إريتريا لم يقصد به إيذاء أي طرف آخر، وأشار إلى أن إثيوبيا تريد دعم إعادة السلام بين البلدين. وأضاف الصومال الجديد أن العلاقات الجيبوتية الإثيوبية شهدت فتورا منذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد إلى السلطة، وقد عارضت جيبوتي دعوة كل من إثيوبيا والصومال الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على إريتريا دون التشاور معها، وانتقدت بشدة موقف الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في هذا الصدد أثناء زيارته العاصمة الإريترية أسمرا. عاد السلطان حنفري علي مرح زعيم قومية العفر إلى إثيوبيا في 14 من أغسطس 2018 بعد قضائه نحو عقدين من الزمان في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي عودة السلطان حنفري في إطار سياسة الانفتاح والمصالحة التي تعيشها إثيوبيا منذ أكثر من 4 شهور بعد وصول أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء في أبريل الماضي. وكان أبي أحمد التقى السلطان حنفري خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو الماضي، وطلب منه العودة إلى الوطن، وكلف وزير خارجيته ورقني جبيو بمتابعة وترتيب الأمر. وحظى السلطان العفري لدى وصوله مطار أديس أبابا باستقبال حار من قبل الحكومة الإثيوبية ممثلة في وزير الدولة بوزارة الخارجية أفورقي كاسو، ووزيرة البناء والتنمية عائشة محمد، وحاكم إقليم عفر أول. عقدت وزارة السياحة والثقافة الإثيوبية في 18 من أغسطس 2018 مؤتمرا يحث على تعزيز العلاقات الثقافية الإثيوبية الإريترية لتعزيز العلاقة الأخوية بين البلدين. وقالت فوزية أمين وزيرة السياحة والثقافة الإثيوبية في افتتاح هذا المؤتمر بعد الترحيب بالوفد الإريتري والضيوف المدعوين: إننا اجتمعنا اليوم مع الشعب الإريتري لربط القيم والثقافة وتعزيز التعاون الأخوية الموجودة بيننا. وذكرت فوزية إن شعبي البلدين انقطعت بهم العلاقة بسبب الحروب التي وقعت بين البلدين، مشيرة إلى أن تعزيز هذه العلاقة كمثل من يريد بناء البيت يحتاج إلى الإسمنت والأدوات الأخرى حتى تكون قوية، وكذلك تحتاج علاقة إثيوبيا وإريتريا إلى من يعززها، موضحة أن إثيوبيا وإريتريا بينهما عادات وثقافات متشابهة، ولكن حال بيننا ستار أسود، والآن قد أنزلنا هذا الستار الأسود. وأضافت فوزية أن عدم التفاهم الذي وقع بيننا لا يمكن أن يفرق قيم الثقافات والعادات التي تجمعنا، لأن عادات وثقافات البلدين متشابهة، ولتعزيز هذه العادات يجب أن نعمل من كلا الجانبين، موضحة أنه يجب علينا أن نعمل للحفاظ على هذه العلاقة ونواصلها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بتعزيز العلاقة فيما بيننا، وينبغي أن نعزز التقارب والعمل معا لتعزيز هذه العلاقة. وأضافت جريدة الوطن نقلا عن موقع ريحان نيوز إن وكالة الأنباء الإثيوبية ذكرت أنه جرى تقديم ورقة بحث تحث على تعزيز ثقافة وعادات البلدين، كما تم الاستماع إلى آراء المشاركين في هذا المؤتمر. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. فره ومدانان واسك مدولتو حشاشات وسكي من هقي أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا اللي قبتو
لقبت حالته لا تحزنن إلا أنا مشتاته بدير استعمار أفكار من أفياته وإحنا قلقينا غسل قلوب مرباته كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايته واللي نايكاته ومع الأمان الشعب وحيد قبته يترقوا متهرقاته يترقوا متهرقاته. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون الجزء الثاني والأخير من المقال الذي أعده مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري تحت عنوان ينسج خيوط السلام بمعزل عن الشعب الإريتري. لا 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 لا. إن المشكلة التي تم اختزالها في مسألة الحدود عند اندلاع الحرب لم تكن حقيقية، بل إن الكثيرين كانوا يؤكدون بأن المشكلة وراء الحرب الحدودية حتى وإن جاز تسميتها بذلك فهي كانت حجة وذريعة. أما المشكلة أعمق من ذلك ولها امتدادات وجذور، والجميع عندئذ كان يراهن على السنوات التي ستبين ما كان مخفيا وسرا مكتوما. أليس ما نراه اليوم هو جزء من ذلك السر الذي ظل لهذه السنوات؟ وفي اعتقادنا بأن هناك لا تزال أسرارا رهينة بالأيام المقبلة التي ستنكشف، وندرك حينها جيدا بأنه لطالما صار مصير الوطن كله بيد رجل واحد، يعني ذلك أن هناك حقائق وجرائم فظيعة، وعندها سيصاب الجميع بالذهول كما أصيب اليوم الجميع بالدهشة والاستغراب، وليس بمقدورهم استيعاب ما يجري. المنطق يقول بأن ليس معقول بأن يتم إقامة سلام وعلاقة بهذه الطريقة وبهذه السرعة التي تبدو كأننا نشاهد مسرحية، وأن هؤلاء القيادة هم يقومون بعرض مشاهد، وفي الحقيقة هناك من قام بصياغة سيناريوهات المسرحية وهم يقومون بأدوار ونحن نشاهد، ولكن في الحقيقة بأن من يدفع الثمن هو الشعب الإريتري الذي هو حتى اليوم مبعد عن شؤون الوطن، لا يدري شيء مما يجري بشأنه، كما دفع الثمن الباهظ إبان الحرب الحدودية والتي تدافع إليها الشباب وهم يحملون الوطن في حدقات العيون، ووصايا الشهداء على قلوبهم، ويقولون لن يمس أحد سيادة الوطن ونحن حماته من بغي العداء. إنما يدعونا إلى هذا القول هو إن المشكلة كبيرة، والنظام ظل لسنوات طوال وهو يمتنع عن أي حوارات مع إثيوبيا إذا لم يتم ترسيم الحدود، فكيف به اليوم يقبل بأن يتحدث عن كل شيء إلا مسألة الحدود ليقول بأننا شعب واحد، بل يكذب قائلا بأن الشعوب هي في الأمام ونحن خلفها، وقال بأن قبوله بالسلام هو تعبير عن رغبة الشعب، وأشار إلى الآلاف الذين خرجوا للشوارع لاستقبال دكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي. فهل يعقل لرئيس دولة بأن يتحدث عن مسائل مصيرية للوطن والشعب بهذه الطريقة الهذلية؟ صحيح بأن شعبنا يعشق السلام، ولكن يتساءل ما هو ثمن هذا السلام؟ قام النظام بدفع الشعب نحو ساحة الحرب عند الحرب الحدودية، والآن أيضا يعبر عن الشعب من خلال حفل الاستقبال. هل هكذا الشعوب
تعبر عن رأيها، فأين البرلمان وأين هي الصحافة وأين هم السياسيون؟ هل أصبح معسكر ساوا هو البرلمان الإريتري؟ إنها بحق أضحوكة، والكل يشير إلى أن السياس ظهر بشكل غير اعتيادي وتحول إلى شكل آخر، ربما هذه الشخصية يلبسها لتقوم بالدور المطلوب. فهذا القائد لا يحترم شعبه ولم يعتذر له عما تسبب فيه من ضحايا، ولم يعتذر عن المئات من الشباب الذين غرقوا في البحار هربا من جحيمه، ولم يقدم لهم العزاء. إنه يستحيل على شعب يعيش في جو ملؤه الخوف والإرهاب التعبير عن مشاعره. فلن ننسى الآلاف من كبار السن والنساء والشباب الذين تم سجنهم بسبب خروجهم للتشييع جنازة الشهيد الحاج موسى محمد نور عليه. فإن الخروج لاستقبال رئيس الوزراء كان باستدعاء من أمن النظام وتهديدهم، فالشعب غير مسموح له أن يعبر عن رأيه، فلو سمح له بذلك لقال شيء آخر. فقد رأينا هذا القائد السياسي يوزع الابتسامات والقبل للشعب الإثيوبي، وهو قد حرم منه شعبه المسكين في إريتريا، بل العكس من ذلك، فقد جعلهم يبكون الليالي وسالت الدموع حزنا وأسى على الحالة المأساوية والمعاملة القاسية التي يعيشها شعبنا المغلوب على أمره. في رأينا إن السلام الحقيقي والذي يمثل تطلعات وآمال الشعب الإريتري لم يعد واضحا فيما يجري. بكل بساطة فإنه طالما الشعب تم استبعاده عن المشاركة في صنع هذا السلام فلن يكتب له البقاء والدوام. أليس من الأجدى على رئيس النظام بأن يزرع السلام أولا في إريتريا، وذلك بإطلاق سراح السياسيين والشيوخ والقساوسة القابعين في السجون، وأن يقوم بتفعيل الدستور، وأن يقوم بالعمل على عودة اللاجئين في إشارة واضحة إلى الانفتاح نحو الداخل توضح صدق توجهه نحو السلام، ويجعل الشعب الإريتري يتنفسه، ثم بعد ذلك بالإمكان الانفتاح نحو الجيران، ففاقد الشيء لا يعطيه. فكيف يمكن بناء السلام من وطن يعيش أبناؤه الاستبداد والاضطهاد والرعب والخوف ومحرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية وكرامتهم يدوس عليها رأس النظام؟ وكيف لرئيس يخادع شعبه ويعيشهم على أوهام بل يستبعد عنهم أن تقوم الحياة الديمقراطية في وطنهم؟ فلا يمكن الحديث عن السلام، والشعب الإريتري لا يزال اليوم يبحث عما يضمن حياته من دستور وقانون، ويريد أن يختبر إرادته في اختيار قيادته، ولا يزال يحلم بدولة يكون مصدر قوتها مؤسساتها السيادية. إلى اللقاء. أسكمدون تو فره ومدانان واسكمدون تو حشاشات وسكي من هقي أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا إلا قبأته ولا قبأت حالته لا تحزنن إلا أنا مشتاته بدير استعمار أفكار يوم أفياته وإحنا قلقين غسل قلوب مرباته كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايته
كلنا يكاتو ومع الأمان الشعب وحيد قبتو يتر أو متهرقاتو يتر أو متهرقاتو الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة اللي كم نواي للقالي سند اللولة اللي كم إنساي للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة اللي كم نواي للقالي سند اللولة اللي كم إنساي للقالي شعب انت قاما فتح من دي وديه شعب انت قاما فتح من دي وديه مطر حب من مطر وحب من دي سديه خايم من تلت أمر تاريخ رسول تهاجيه حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي منتو خاين منتو طيل ماي منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي منتو خاين منتو طيل ماي منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح واحنا سين بنزحنا بدستورة المقراح وبدن حد بدينا وبترقبنا جقاح إلا ناينا بناتا يمرح وينتمرح إلا ناينا بناتا يمرح وينتمرح منتو خاين منتو طيل ماي منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي منتو خاين منتو طيل ماي منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي من لتباسو نتباس من لتعارو نتعاري من لتباسو نتباس من لتعارو نتعاري كم مرحونا نتمرح يندلوين الليلين كم نتبا وقلب كم نواي نتالي يوم لا تتمسحنا وكرعتنا حلالي يوم لا تتمسحنا وكرعتنا حلالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي أمع الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة اللي كم نواي للتالي سند اللولة اللي كم إنساي لتوالي مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com.
كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.